معقول نكون في زمن السرعة والAI ولسه مش عارفين الtool دي، windsurf دي tool مجانية مدعومة بالAI لكل المبرمجين والطلبة اللي بيتعلموا برمجة، إحنا بنحملها من الموقع، بنحملها عادي جدًا وبنسطبه زي أي برنامج، بعد كده بيسألنا لو إحنا عايزين نربطه بVisual Studio Code اربطوه لإنه هيسهل عليكم وكل حاجة هناك هينقلها هنا، فهيسهل عليكم كتير. لو جينا فتحناه بنلاقيه إن هو بالشكل ده، يعني هو شبه Visual Studio Code بالضبط. نفس الاختصارات اللي موجودة هناك هنلاقيها موجودة هنا. الفرق الوحيد إن هنا على اليمين في chat bot وده اللي بيميزه إن أنا أقدر أسأل الchat ده في أي حاجة، في الكود عندي مثلًا في حاجة error بدل ما آخده copy وأروح لChatGPT أو Gemini أو أي حاجة أسأله هناك، لأ أنا ممكن أسأل هنا عادي جدًا وبيرد عليَّ وبيجاوبني، أقدر أقول له كمان صلّح الerror ده عندي فيقوم مسمّع عندي ويصلّحه فعلًا. أقدر أسأله لو أنا مثلًا باعمل project وكل الفايلات هو شايف كل حاجة أنا باكتبها، شايف كل حاجة موجودة عندي، فأقدر أسأله مثلًا هو أنا كنت كاتبة الدالة الفلانية والّا لأ، فبيعمل search هو كده مع نفسه يقول لي كاتباها أو لأ مش كاتباها. أقدر كمان أسأله إن هو يبدل لي في دالة مسمياها كذا، أقول له لأ شيل الاسم ده وحُط مكانها اسم تاني، فيقدر إن هو يعمل كده. لو أنا لسه باتعلم ومثلًا عندي error إن أنا ناسية القوس، فباجي أعمل run مش هيعمل run طبعًا علشان أنا عندي error، فلو جيت سألته لو سمحت قُل لي كده دلوقتي، أنا ممكن أكلمه بالعربي عادي جدًا، فأقول له إيه الغلط في الكود؟ فييجي بقى إن هو يشوف كده هيقول لي إيه، هيقول لي إن أنا طبعًا ناسية القوس اللي قبل الآي، تمام، بيعملوا هنا بيعدّلوا علشان ممكن آخده copy وأحطه هناك أو إن أنا أعدّله عادي، فأنا دلوقتي هاعدّله ماشي. في حاجة تانية إن أنا مثلًا باكتب الكود في إيه، إن أنا مثلًا باكتب الكود دلوقتي وجاية باعمل اللي هي for loop، فلو جاية باعمل for وبعدين بافتح القوس عادي، ودلوقتي هاقول له أنا عندي integer، لقيت إن هو بيكمّل لي، يعني شايفين إن هو يقدر يكمّل لي عادي، فاهم أنا عايزة أعمل إيه وكتبه هو بالفعل، فلو هو ده بالفعل اللي أنا عايزة أكتبه أقدر أدوس على tab ولقيت إن هو كتبها لي، فبيسهّل لي كمان وأنا باكتب الكود، هو شايف أنا باعمل إيه، سواء إن أنا باكتب for loop أو باكتب أي حاجة هو يقدر إن هو يعدّلها لي عن طريق زي ما إحنا شُفنا كده. طب مثلًا دلوقتي أنا ممكن أكلّم الchat ده وأقول له أنا مش فاهمة الكود. هو بيتكلم English صح؟ فممكن يكلمني عربي عادي جدًا. أنا نسيت أغيّر أنا مش فاهمة الكود، لقيت إن هو بيرد عليَّ وبيفهّمني الكود، أنا مثلًا لو مش فاهمة الEnglish ده هاقول له فهّمني بالعربي مثلًا، أهو فهّمني إيه بالعربي، لقيت إن هو بيفهّمني بالعربي، ما فيش أحسن من كده، شايفين الجمال؟ طيب مثلًا دلوقتي عايزة أقول له إيه، إن الكود اللي عندي ده شيله وحُط لي مكانه كود بيعمل الfactorial أو برنامج عام بيحسب الfactorial، تعالوا نقول له كده. أنا دلوقتي قُلت له إن هو يكتب برنامج عام بيحسب الفاكتوريال ويكتبه كلّه بالإنجليزي زي ما أنتم شايفين عشان هو كان كاتب فيه شوية كلام بالعربي اللي هو بين الdouble quotation. وقُلت له كمان إن هو إيه، يحطّه في الشاشة بتاعتي اللي أنا باكتب فيها، فعمل بالشكل ده. أنا لو دوست accept file فلقيت إن هو جاب الكود حطّه، شال الكود القديم وحطّه هنا. لو جيت عملت run نيجي نعمل run ونشوف. بسم الله بيقول لي enter positive integer فمثلًا 5 مضروب ال5 ب120 صح؟ فنيجي نشوف 5 enter لقيت إن هو كتب لي 120 فكده الكود شغال معانا مضبوط. لو عايزة أخرج من الchat bot بادوس كده، كده أنا خرجت منه. في حاجة على الجنب هنا اللي هي النجمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا النجمة دي إن أنا لو عايزة أبحث على أي حاجة الtutorial هنا قوية جدًا، فبيقول لي هنا control وshift وبعد كده الحاجة اللي أنا عايزة أبحث عنها، فمثلًا هاعمل control وshift وهابحث على الCN دي، فلقيت إن هو بيكلمني على الCN بيكلمني عنها، أقدر أقرأ الكلام ده كله، وفي 3 اقتراحات للأسئلة، فلو دوست على أول واحد بيجيب لي الchat bot وبيقول لي لو أنا عايزة أسأل السؤال ده أو أزوّد عليه حاجة فأنا هاسأله كده، هابعته عادي جدًا وهاسأله وبيبتدي إن هو يرد عليَّ.
عايزة أخرج من الجزء ده بادوس على النجمة عادي، تمام، عايزة أخرج من الchat bot باخرج منه كده. طب لو عايزة أجيب الchat bot باجيبه منين؟ control بسم الله باجيب control بعدين alt وبعدين B، control alt B بيفتح لي الchat أهو control alt B فتح لي الchat لسه فاتحه والله control alt B يا حبيبي افتح control alt B بسم الله. تمام هو بيفتح بسرعة عادي بس على أنا كنت دايسة هنا فمش راضي يفتح لأ، دوسه تحت في أي مكان فاضي هنا وبعدين control alt B هيفتح الشات بس كده.